25 تشرين الثاني نعلن عن حملتنا تحت شعار الاحتلال هو أكبر عنف على المرأة والطبيعة. يصادف اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وهو يوم نجدد التزامنا الجماعي بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في كل مكان. هذا ليس مجرد يوم للتسكيت، بل هو دعوة للعمل. إن العنف ضد المرأة والفتيات ظاهرة عالمية مدمرة تعرقل التنمية وتنتهك حقوق الإنسان الأساسية. يتخذ هذا العنف أشكالا متعددة من العنف الجسدي والجنسي إلى التحرش والتهديدات والعنف الاقتصادي والنفسي. لا مكان لهذا العنف في مجتمعاتنا. نحن ندين جميع أشكال العنف ضد المرأة، ونؤكد على ضرورة حماية النساء والفتيات من جميع أشكال الإيذاء والتمييز. ندعو المجتمع المدني والمنظمات المدنية والمحلية والمؤسسات النسائية إلى الانضمام إلينا في هذه الحملة، وإلى العمل معا من أجل تحقيق عالما خاليا من العنف ضد المرأة. يجب علينا جميعا أن نلعب دورا في مكافحة هذا العنف ضد المرأة، لنعمل معا من أجل بناء عالم ومجتمع أكثر عادلا وأمانا متساويا للجميع. فلنجعل من هذا اليوم نقطة تحول نحو مستقبل أفضل تحت شعار الاحتلال هو أكبر عنف على المرأة والطبيعة. مكتب سارة لمناهضة العنف ضد المرأة، حلب، 11/11/2024.